بعد تعيين محمد وهبي مدرباً جديداً للمنتخب المغربي، بدأت التساؤلات تتزايد حول المرحلة القادمة لأسود الأطلس. هل سيواصل المنتخب نفس النهج الذي صنع التاريخ في مونديال قطر، أم أننا سنرى منتخب المغرب بشكل مختلف تماماً؟ خصوصاً بعد الكلمات التي قالها فوزي لقجع أثناء تقديم المدرب الجديد، عندما وصف محمد وهبي بأنه رجل يعمل كثيراً ويتكلم قليلاً، وهي جملة بسيطة لكنها تحمل رسائل قوية حول المرحلة القادمة. لكن السؤال الحقيقي الآن هو: ما الذي يمكن أن يتغير في منتخب المغرب مع محمد وهبي؟ أول تغيير محتمل هو الاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب. محمد وهبي يعرف جيداً جيل الشباب، خصوصاً بعد تجربته مع منتخب أقل من 20 سنة، وهذا قد يمنح الفرصة لمواهب جديدة للظهور مع المنتخب الأول. ثاني تغيير قد نراه هو أسلوب لعب أكثر جرأة. المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة اعتمد كثيراً على نجومه، خصوصاً في الثلث الأمامي، لكن مع محمد وهبي قد نرى تغييراً في الخطة وفي طريقة بناء اللعب. ثالث نقطة مهمة هي تجديد الروح داخل المنتخب. كل مدرب جديد يأتي بأفكار جديدة وطاقة مختلفة، وهذا قد يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً قبل الاستحقاقات القادمة. لكن المفاجأة الحقيقية ليست هنا. أكبر تحد أمام محمد وهبي هو الوقت، فالمنتخب المغربي ينتظره برنامج مزدحم ومنافسات قوية، وهي كأس العالم 2026، وقبل ذلك المباريات الودية أمام الإكوادور والباراغواي. والجماهير المغربية أصبحت تطمح دائما إلى رؤية الأسود في أعلى مستوى بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر. ولهذا ستكون المرحلة القادمة حاسمة جدا. هل ينجح محمد وهبي في كتابة فصل جديد من نجاحات منتخب المغرب، أم أن المهمة ستكون أصعب مما يتوقع الجميع؟ الأكيد أن الجماهير المغربية ستتابع كل خطوة في هذه المرحلة الجديدة، لأن أسود الأطلس لم يعودوا يلعبون فقط للمشاركة، بل للمنافسة على الألقاب.